يا مساء الخيرات على أجمل وأحلى البنات. يوم جديد في حياة أم عندها طفل. النهاردة اليوم مميز ومختلف بالنسبة لي. كان عندي مشوار الصبح، الحمد لله قضي على خير، وأخويا كان جايلي وبقالي كتير ما شفتوش، فالحدث ده بالنسبة لي مهم جدا، كان وحشني قوي. كنت جايبة فرخة، كنت متبلة، يعني بعد ما غسلتها تبلتها وحطيتها في التلاجة تتبيلة عادية، فقررت بقى ان انا هشويها. طلعتها وقلت اعمل تتبيلة الشوي طماطم وبصل ابيض وفلفل، ضربتهم في الخلاط مش في الكب. الخلاط هينعمهم ويخلوهم كده يعني زي العصير، مش مفهومش تفل عشان ما يتحرقوش يعني وهم بيتشوي. بعد كده نزلت بالبهارات بتاعة الشوي، كتبتها لكم في الفيديو. بجد بتخلي طعم الفراخ المشوية حلوة جدا وطرية. وشوية الخرنجال اللي هو توابل الخرنجال ده بيخلي التتبيلة طرية وحلوة، يعني الفراخ بعد ما تتشوي او تستوي عامة بيخليها طرية كده وبيحافظ على الطراوة بتاعتها. تبلتها طبعا. انا كنت عاملة فتحات كده في قطع الفراخ، كنت بحط في ما بين الجلد واللحم كده تتبيلة. كانت ريحة التتبيلة اصلا وانا بتبل كانت حلوة قوي. انا كنت متبلاها كده قبلها بيوم وحطيتها في التلاجة عادي، ممكن تتبلوها قبليها بساعتين عادي، بس بتبقى افضل بصراحة لما بتتحط في التتبيلة قبلها بيوم. التتبيلة الفراخ بتشرب التتبيلة كويس قوي. دخلتها التلاجة وتاني يوم بقى طلعتها عشان اشويها. خدت رأي اخويا، بقول له بقى يلا يعني شغل لنا الفحم كده عشان نشوي. قال لي لا الجو حر والفحم هيدخل لنا دخان كتير قوي في الشقة، فبلاش. عشان انا بصراحة انا ما بشغلش الفحم خالص، عشان معايا طبعا ابني، يا اما جوزي هو اللي بيشوي يا اما طبعا اخويا لما بيكون موجود. فلما قال لي لا، فقلت خلاص بقى يعني هعملها كده ناشفة في الفرن، وهعمل لها فحمية هتاخد برضو طعم الشوي. عشان لما بشوي في البلكونة انا عندي ستارة، اغلبية الدخان بتاع الفحم والشوي بيدخل عندي في الشقة، فعشان كده يعني هو قال لي بلاش. فرصتهم في صينية ونزلت بقية التتبيلة عليهم ورحت مدخلاهم الفرن. بصراحة اول ما دخل الفرن يدوبك كده وشموا بس سخونية الفرن، ريحة التتبيلة كانت حلوة جدا. قلت بقى اعمل شوية رز. عملت رز مصري عادي، بس حطيت عليه بقى شوية بهارات كده وخلته لونه اصفر. حطيت معلقة سمنة وشوية زيت ونص عود قرفة وفص مستكة واتنين حبهان وشوية ملح وواحدة مرقة دجاج. وبعد كده ما اتحمصوا في المادة الدهنية رحت نازلة بالرز، كنت غسلاه كويس، غسلاه ومصفيه كويس. نزلت في المادة الدهنية وشوحته كويس. وتشويحة المادة الدهنية دي بتخلي الرز مفلفل، يعني ما بتخليهوش معجن، بتخليه مفلفل بس. ورحت كده حطيت المية السخنة وحطيت ورقتين لورا. بعد ما الفراخ نزلت البهاريز بتاعتها وخلاص يعني استوت، ما كانتش لسه نشفت، انا كنت عايزاها ناشفه، فرحت نازله بالبهاريز دي على الرز. بتدي تطعيمه حلوه، تخلي الرز غني كده. بس عملت كده فحرة كده في قلب الرز، احط فيها ورقة فويل واحط عليها فحمية وانزل بشوية زيت وبكمرها بغطيها. الرز بياخد طعم الشوي، بيبقى طعمه حلو قوي. عملت برضو الحركة دي برضو في الفراخ. بعد ما نشفت رحت برضو مطلعه وعملت نفس الحركة اللي عملتها في الرز وغطيت عليها كويس. كان عندي الخشبة دي كان تابلو قديم، وكانت القطعة بتاعتي اصلا باظت، فاستغليت ان انا عندي لسه حتة ستيكر من بتاع الرخام، رحت مغلفاها بيها وعملتها تبقى بورد كده تحت القطعات اللي هي البلاستيك دي. قلت اعمل شوية سلطة شوي. قطعت بصل جوانح
وقطعت الخيار برضو جوانح، والطماطم برضو جوانح صغيرة. اللي بيخلي السلطة العادية تتنقل لحتة سلطة اللي هي سلطة الحاتي شوية شبت وشوية مية ساقعة. مش عارفة طبعا المعلومة دي عندي صحيحة، بس بصراحة يعني انا بعمل كده بتبقى طعمها كأنها جاية من بره بالظبط. وايه كمان ان انا بحط المية الساقعة لما بحطها بدخلها التلاجة، يعني مش بعمل السلطة وناكلها على طول، لا انا كنت يعني كان لسه شوية على ميعاد الغدا فانا عملتها وحطيتها في التلاجة. ايه التوابل اللي انا بحطها ليها؟ وباخد ورق الشبت، يعني ما باخدش الساق بتاعه، باخدش العيدان عشان بتبقى ناشفة شوية. خلصت السلطة ورحت مقطعة شوية شبت وكده السلطة جهزت، مش ناقصها حاجة تاني، ناقصها بس ان انا اتبلها وخلاص. بصوا بشيل الساق وبقطع بس الورق، يعني العيدان اللي ما بيبقاش فيها ورق دي بشيلها برميها بس. فشلت نضفت بقى مكان السلطة ورحت نازلة بشوية مية ساقعة على السلطة وشوية ملح وشوية كمون صغيرين وشوية ومعلقة خل كبيرة وشوية فلفل اسود صغيرين جدا برضو. انا ما بحبش احط فلفل اسود في السلطة، بس بيدي نكهة حلوة للبصل، من السلطة فيها بصل والبصل ظاهر فكده. خلصت بقى السلطة اللي هي سلطة الحاتي، دخلت بقى قلت اعمل سلطة دقوس، بصلاية حمراء على معلقة توم مهروسة على كام طماطماية على شوية بقدونس ومعلقة هرسة شطة وشوية ملح وشوية خل، بس محطش توابل، بكتفي بالنكهة اللي في قلب البصل والثوم. كنت نسيت احط فلفل حراق، رحت حطيتها، كنت نسيتها. وكده السلطات تكون جاهزة. على ما خلصت السلطة وكده كان الاكل بقى تمام ومية مية. بعد كده بقى حطينا كلنا، وكانت الفراخ بجد خطيرة، كانت خطيرة جدا حلوة قوي، والفحمية دي بتدي طعم الشوي. النهاردة كان الجو حر جدا، بالمناسبة كان حر قوي، ربنا يحرم علينا نار جهنم يا رب العالمين ويرزقنا الجنة كلنا ان شاء الله. والرز بص 10/10. ما كانش عندي مواعين قبل الغدا، ما كانش عندي مواعين خالص، كنت مشطبة الحوض وكانت الدنيا نظيفة خالص، بس مسافة ما الواحد حط رجله في المطبخ لقى كام حاجة كده تراكمت، قلت خلاص اخليهم مع مواعين الغدا ايه ابقى اغسلهم كده مع بعض. يعني لو في حد كده بيتابعني يشاركني يومكم كان ماشي ازاي، عملتوا اكل ايه النهارده. عندي ازازة الصابون دي بحطها بصراحة بملى منها، يعني بملى من الجيركن، فالازازة دي بتبقى سهلة عليا، باخد في اي وقت بدل ما كل شوية اطلع جيركن اخد منه واحطه، فلا كده بسهل على نفسي اكتر. بس الحمد لله يعني كان يومي خلص على خير الحمد لله، وكان مليء بنا النعم الحمد لله رب العالمين. والله وانا بعمل الاكل ما كانش فيه مواعين اصلا، مش عارفه كل ده فجاه هوب بقى فيه مواعين. الحمد لله الواحد لا بيخلص من المواعين ولا بيخلص من الهدوم، لا غسيل هدوم ولا نشير هدوم ولا تطبيق هدوم ولا بيخلص من غسيل مواعين. بص الحركه دي كلنا بنحب الحركه دي، كلنا نفسنا في الحركه دي. بعد ما خلصت بقى كانت اختي جايبه لي شويه حاجات، سبحان الله يعني ربنا بيرضيني كده بعد يوم يعني مشاوير واكل ومش عارف ايه. كانت جايبه لي بقى شويه حاجات انا كنت عايزاهم وهي ما كانتش تعرف ان انا عايزه الحاجات دي، يعني هي راحت المكان جابت لنفسها شويه حاجات وراحت لقيت دول فجابت لي،
هي اصلا ما تعرفش ان انا عايزه مصفى، وما تعرفش ان انا عايزه مناديل الدهون، وما تعرفش ان انا عايزه فوط للمطبخ. انا فعلا التلاتة عايزاه. وبس قطعت بطيخ، واخويا كان جايب لي شوكولاته برضو، سقعتها كده وقعدت بقى ايه على مزاج كده انقنق فيه. ما تنسوش لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد.